الصراحه من خلال هذه المباراه. ادي اللاعب محمد ابو تريكه بادئ اللقاء النهارده، اللقاء الثاني على التوالي بعد لقاء المقاولون عرب. طبعا كان اول لقاءات وبعد الرجوع من الاصابه اللي كانت بعدت شويه بافضل لاعبي القاره السمراء على المستوى المحلي ومواجهه حسام البدري وعلاء ميهوب واحمد ناجي. الانطلاق على طول ثاني لبتروجيت، خطيره محاوله إيريك بيكوي، ضغط وقوه، ثم في الاخر خطا وضربه حره مباشره. ضربه حره مباشره على طول حارس المرمى الحارس امير عبد الحميد، خطيره جدا لصالح بتروجيت، تصويبه ولكن يلاقيها سهله جدا في ايده هنا على طول. هو النهارده واللاعب احمد حسن في نص الملعب، احمد صديق في الطرف الايمن، يسلم على طول ثاني لاحمد حسن بلجيكا. ولد لعيب، شوف الباص، شوف الباص من احمد حسن، حلوه جدا، صديق العرضيه، هدف اول يشعلها يحليها، اول هزه للشباك ممكن جilberto، تصويبه ولكن على طول تخبط ثاني. وشوف الخبره، وشوف كوكتيل الخبره اللي اكتسبه من دوري الابطال واكتسبه من كاس الاتحاد والتصويبه الاهلاويه، ولكن الى ضربه المرمى. اماميه طويله، اسامه محمد يلعب الكره مع اللاعب إيريك بيكوي للسايد ليفت، انطلاقه ثانيه خطير جدا سيد حمدي بيحاول يعدي. مباراه الاهلي غير، انطلاقه بتروجيت غير، وحكم اللقاء قريب ممتاز محمد كمال ريشه. 8 9 دقائق سرعه، 8 9 دقائق اثاره، عرضيه لبتروجيت ولكن يطلع ثاني دفاع الاهلي. ضاغط بتروجيت واصرار كبير وكره طويله ولكن سهله في حارس المرمى. باصه طويله وحشه مقطوعه من اللاعب عمرو حسن. ادي الانطلاقه من الظهير الايمن يبحث عن طريق اللاعب محمد الفكهاني، عرضيه الفكهاني ترجع تاني على طول يا ولد اللعيب. شوف شعبان فنت مع مهاره، ممكن يرقص الثاني، يراوغ يعدي، هوبا التصويبه البتروجيت خطيره ولكن يطلع دفاع الاهلي تاني على طول لصالح الاهلي. لا جilberto لعيب الاسيستن وافضل لعيب يعمل مسانده، انطلاقه حلوه انما ماتش جميل في اول 11 12 دقيقه سرعه، محتاجين هدف يولعها يشعلها، هوبا التصويبه ولكن احمد فوزي الجول كيبر ممتاز. احمد فوزي وده احمد حسن، خد مني كل الارقام دي وهنشوف المعطيات بتاعت اللقاء هتصبر عن ايه. خطيره اماميه ولكن ممتاز يا ولد لعيب امير، ردة فعل ورياكشن جميل، ماشي على طريقه البينج بونج، هجمه هنا وهجمه هناك ولكن بتروجيت مستحوذ على الكوره افضل، والكمبيوتر المصري يعطي التصويبه الثانيه وضربه مرمى. يا سلام اللقاء ده لو في هدف، وادي الاثاره والمحاوله انطلاقه لميه خطيره، بركات يعدي، بركات انطلاقه ثانيه محاوله خطيره، الاهلي ممكن هدف الاول يشعل اللقاء، هوبا خطيره جدا، خطيره وجه قدم، يا سلام لو لفت، انما ايمن زجيج رافع الرايه وفي اوف سايد لرد الفعل. ضربه حره مباشره اهلاويه في منتهى الخطوره، التصويب على الارض ولكن يطلع الدفاع ممتاز اسامه محمد، وادي ركله ركنيه. شوف ده لعيب دولي مصري انما ما اتكسفش، على طول ثاني كره عرضيه ثاني احمد صديق، النهارده مردوده قليل شويه، جilberto مردوده اكتر، هاتوا خد جميله جدا، صديق يخش جوه، اول مره صديق يدخل الفورمه ثاني، اللمسه حلوه جدا محمد بركات، ملوش حل يا جماعه، بركات ده ما يتمسكش خالص حتى لو 16 مدافع، انطلاقه مره ثانيه تمسكه منين؟ ملوش ماسكه، ده هو 50 كيلو جرام، ينطلق ويبتكر، يلعب العرضيه ثاني، الاسيستن الاول في الاهلي جilberto، خطيره لفلافيو ولكن سهله عند حارس المرمى الحارس احمد فوزي. وان ما يكونش عندك ترابيزه شيء مهم، محاوله تسديده قويه ولكن عاليه جدا ضربه مرمى، عاليه جدا ضربه مرمى. الليبرو السابق واللعيب الحالي ما عندوش حظ خالص، عماد النحاس سجل هدف، كره على طول عرضيه ثاني ولكن ايضا سجل هدف ثاني فلافيو. انطلاقه اسامه محمد الظهير الايسر، عدت خطيره ثاني بكوي، كنترول وحش قوي، كنترول وحش قوي يا راجل، ده بيلم الكوره ايه في فدان يا راجل، مش ممكن. ثاني إيريك بيكوي، كنترول تحت ضغط والسلام ممتاز من إيريك بيكوي، لعيب عنده مهاره وعنده تهديف، يضغط عليه وائل جمعه، خطيره جدا، عندي احساس بتروجيت ممكن يعمل حاجه، اسامه محمد والعرضيه في منتهى الخطوره ولكن يطلع ثاني. ايه الماتش ده؟ ايه اللقاء ده؟ ايه التصويبات دي؟ وايه الاصرار اللي عند نادي بتروجيت دوت؟ عموما هم 28 دقيقه لسه يعني اسامه محمد اسامه يعدي ويخش لجوه، ثقه بالنفس عاليه، ممتاز، اعداد ممتاز بالنسبه لبتروجيت في هذا اللقاء، مفيش خوف من المنافس الكبير، مفيش خوف من سيد الانديه الافريقيه، مفيش خوف من متصدر الدوري المصري الاهلي. شيء مهم قوي ان الضغط على لاعب الكوره اللي مستحوذ عليها الاهلي موجود في تايمنج ممتاز، موجود في تايمنج ممتاز. انطلاقه للبتروجيت ومحاوله تصويب يا ولد يميز، اوت، عاوز يعملها تشير امامي يا ولد لعيب، فكرتها حلوه جدا وفكرتها ان امير كان متصدم، لما فيش شك اطلاقا بتروجيت عامل ماتش كويس، والنادي الاهلي متراجع في بعض الاوقات، وبتروجيت يلجا للتصويب من نص ملعب، وضغط الاهلي الان وجبهه يمنى وتبحث عن كره عرضيه خطيره جدا لبتروجيت، عدى هوبا ولكن يطلع الدفاع تاني، والله شيء سعيد يا جماعه. شويه نسعد شويتين باداء فريق محترم جدا اسمه نادي بتروجيت. هنا مخرج اللقاء عاوز يجيب حاجه ولكن الكره خبطت في راس اللاعب محمد سمير، افضل من لاعبي الاهلي النهارده نادي بتروجيت الحقيقه تقال في الثلث الامامي على دفاعات النادي الاهلي، جilberto متاخر جدا ونادي بتروجيت يتحرك من الكره والثبات ممتاز، ومرحله كره عرضيه خطيره لبتروجيت في منتهى الخطوره، راسيه اللاعب رقم 14 محمد سماره وإيريك بيكوي والسيد حمدي في هذا الدور ايضا 4-0.
اصابه محمد ابو تريكه ده في الانكل بتاع القدم اليمنى، كانت اصابه قويه الحقيقه. ادي ابو تريكه مش هيكمل شكله، هيكمل. يتالم محمد ابو تريكه، الجماهير بتشجعه. اسامه حسني هو اللي بيتحضر للتبديل. يبقى محمد ابو تريكه بيصاب مع اخر 6 دقائق. كانت قويه جدا، كانت قويه جدا جدا. يعني حسن كوندي هنا لاعب على ابو تريكه ولاعب على سبرين انكل بقوه قوي الحقيقه. حسن كوندي النهارده زي ما قلت لحضراتكم في مراقبه كبيره. ادي الورم باين قوي الحقيقه. اثنين لعيبه عندهم انذارات، بالاضافه طبعا للاعب حسن كوندي. يبقى اللاعب الثالث انذار لحسن كوندي، وانذار واللمسه خلف جilberto، والشغل كله خلف جilberto. اول مره يطلع الفكهاني. شوف جراءه نادي بتروجيت، شوف التجليه من سمير، وشوف تصويبه. يا ولد يا ولد يا ولد، ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيعمله نادي بتروجيت ده؟ ايه الجمال دوت؟ واللاعب ايضا رقم 28 اللاعب إيريك بيكار. تتحط الكره تاني على طول جilberto. ادي الحكم ريشه، خامس الحكام المصريين اللي ادارت لقاءات الاهلي وبتروجيت طبعا، بيطلق صافره نهايه احداث الشوط الاول. تبديل اول مع نادي بتروجيت. هنشوف علاء ابراهيم. ادي لاعب علاء ابراهيم، كان دايما محمود عبد الحكيم بيكون بديل، هو بيدفع بعلاء ابراهيم. عنده هدفين في مرمى النادي الاهلي. اخرى ثاني الجبل اليمنى. ادي صديق. الاهلي هيكون على يمين حضراتكم احبائي الكرام بالزي الازرق. علاء ابراهيم اول كوره، علاء ابراهيم وحارس المرمى امير عبد الحميد. ماتش طبعا كمال علي المدافع او الليبرو هنا مع نادي بتروجيت. التعادل السلبي ما زال قائم، وتصويبه للاهلي وضربه مرمى. تصويبه للاهلي وضربه مرمى. دي حارس المرمى احمد فوزي. خبرات النادي الاهلي ممكن يرجع في اي توقيت. ماتش سريع جدا. حط الكره على الارض ثاني بتروجيت. اسامه محمد يسلم على طول على كورته للاعب رقم 19 محمد شعبان. ينطلق على طول ثاني ريشه، وادي الحكم مساعد على طول يدي خطا ولصالح النادي الاهلي. الاهلي في التايم الثاني بيبدا بامير جول كيبر، محمد سمير، صديق، وائل جمعه، احمد السيد، جilberto، احمد فتحي، واحمد حسن. بركات المستوى والمنوال اللي احنا عارفينهم بيه. نص ملعب نادي بتروجيت. ينطلق على طول بتروجيت، اللاعب شعبان. ينطلق احمد شعبان، يعدي شعبان واسامه، وخطا هنا على احمد حسن. خطا على احمد حسن. ياسر ضربه حره مباشره من مكان ممكن يسبب خطوره على امير عبد الحميد. ممكن ضربه حره بس جول جول. لسه بقول في خطوره، لسه بقول في خطوره. قلت لحضراتكم في الشوط الاول سواء عصام عبده قالها او غيره من المعلقين قالها، بتروجيت الان اصبح فريق محترم جدا يا جماعه. وادي الكرات الثابته، وادي الخطا الكبير في دفاعات النادي الاهلي. واول اهداف اللقاء في مرمى الحارس امير عبد الحميد تعلن قوتها بالنسبه لنادي بتروجيت. هي دي حلاوه الدوري المصري، وهي دي الكلمات اللي اثبتت كلماتي في التايم الاول، ان بتروجيت فريق محترم جدا جدا وتصويبه قويه. ولكن امير يعني في الكره الاخيره هنا اعتقد لم يتعامل معاها، لان الكرات دي طبعا لازم الصدر يكون خلف الايد او الصدر قبل الايد بتاع حراس المرمى يعرفوا اكتر. انما الكوره ما ننساش ان فيها قوه قويه جدا، وفيها مفاجاه ومباشره لحارس المرمى امير عبد الحميد. اذكر حضراتكم ابو تريكه خرج في نهايه احداث الشوط الاول، وما زال الاهلي يتمنى، وما زال سيد الانديه الافريقيه يتمنى ويتوغل بعرضيه خطيره جدا، ولكن سهل عند حارس المرمى الحارس احمد فوزي. جilberto ثاني، احمد فتحي على طول. يا ولد اللعيب يعمل فنت جميل كده. احمد يسلم على طول ثاني الى جilberto، يلعب على الارض جilberto. فلافيو، مهاره من فلافيو، هوبا استنده خطيره جدا. جilberto عاوز يصوب في البعيده، ولكن الدفاع ممتاز. الاهلي الان يتمنى التعادل وبعد كده يرجع لنقطه اللقاء من اول وجديد جilberto، ولكن بتروجيت يتمنى الفوز باي نتيجه تقربوا وتشعل احداث الدوري المصري تماما. هدف اول، هدف اسامه محمد. الاهلي مش هيسكت يا جماعه، واسامه محمد بيحط الكوره عالميه، واحمد فوزي تحس انه بيبتسم ابتسامه نص. وادي على طول اللاعب كمال علي هنا، واسامه محمد يتعادل لبتروجيت او يتعادل الاهلي في مرماه. المدافع الايسر يسجل، وده اول لعيب في تاريخ مواجهات 2006 2007 وحتى الان يسجل في مرماه بالخطا. ولا مره الاهلي وبتروجيت لعيب سجل في مرماه. النهارده نتيجه التركيز واللياقه الذهنيه العاليه والاصرار الكبير عند لاعبي بتروجيت. شوف الخطا من مدافع دولي، خطا من مدافع دولي هو اسامه محمد على يمين حارس المرمى، وردة فعل لم يتوقعها احمد فوزي. حسين ياسر، مباراته دي يا جماعه، مباراته دي يثبت نفسه اثبات شخصي. حسين ياسر هو ده اللقاء اللي هيتعرف فيه مع جماهير الاهلي. وخطا وضربه حره مباشره، خطا وضربه حره مباشره مهم جدا طبعا، نازل باصرار كبير حسين ياسر. احمد حسن
على طول تاني خطير الاهلي، هدف تاني بيعملوها هو وائل جمعه. الاهلي يا جماعه يديك درس في الكرات ديت، الاهلي يديك درس في الكرات ديت. هي دي الانديه الكبيره يا جماعه، سبحان الله. شوف الاهلي ما تحسش ان هو الاهلي الحقيقي ولازم نحط تحتيها 150 خط، انما الكرات الثابته بتاعت هذا اللاعب جilberto مش ممكن. ده حماده صدقي وحسن شحاته وسكولاري وعصام عبده وابو زيد الهلالي وحسن عبده واحرسه. يعني ايه بركات، ويعني ايه فلافيو، ويعني ايه الكرات الثابته، ويعني ايه المتعه، ويعني ايه وائل جمعه براسه، ويعني ايه فلافيو يسجل، بركات يخرج، ابو تريكه يخرج، اسامه حسني ينزل، حسين ياسر ينزل. الاهلي دائما بمن حضر يا جماعه. الفرق الكبيره تكمن في قوه مقاعد بدلائها. الفرق الكبيره لما يكون عنده مدير فني، النادي بيلعب بشكل عشوائي، ليس نادي بتروجيت طبعا، ولكن بيتكلم على الاهلي انه ممكن يرجع للقاء من اول وجديد. تنتقل الكره تحت الاماميه خطيره، محاوله كره عرضيه خطيره جدا اهلاويه، كره الثالث السند هم الثالث وتشيلها والدفاع يشيلها وتالق للاهلي ثاني. حسين ياسر محمدي بديل جديد. امير عبد الحميد قد يسال وقد لا يسال، راسيه لبتروجيت ولكن في الاخر الى ضربه مرمى. الاهلي عنده مبدا بيقول لك الهدف اللي يدخل مرماه ده فيه ضربه حره مباشره على طول يجي لها فتحي وجilberto. الكرات الخطيره اللي بيشتغل عليها الاهلي والله بيعملها زي المان يونايتد، بيعملها زي مانشستر يونايتد. احمد فتحي تصويبه يا ولد انما في نص المرمى والجilberto. انطلاقه ثانيه محمود عبد الحكيم يخترق، نادي بتروجيت خطير ممكن يصنع الفارق. هوبا شعبان، احمد شعبان ياخذ القرار وردة الفعل على طول من حارس المرمى امير عبد الحميد. يضغط ثاني خطير جدا نادي بتروجيت، محاوله كنترول مع مهاره مع تصويب مع اصرار مع تصويبه مع تسديده مع حارس المرمى مع رياكشن. ولا في الاحلام ايه اللقاء ده مع مش هيكون ليه تواجد خالص برغم حتى لو عنده 36 مليون متفرج. انطلاقه مره اخرى ثاني على طول اللاعب محمود عبد الحكيم يسلم على طول عمرو حسن، عرضيه خطيره، محاوله من امير ممتاز خطيره جدا لبتروجيت، التعادل ياتي ولكن لا ياتي. في الاخر الكوره ضربه المرمى. انطلاقه اسامه محمد ظهير ايسر دولي بوجه القدم الخارجي ممتازه للظهير الايمن عمرو حسن كابتن نادي بتروجيت، عرضيه وحشه جدا قصيره ولا في الاحلام. يضغط على كورته ممتاز، لفت وسط شعبان تصويبه ولكن الى ضربه مرمى. هايل جدا يلعب احمد شعبان على فكره. يقول حكم اللقاء محمد كمال ريشه فعلا يعطي 10 دقائق زي ما قلت لحضراتكم، هي فتره التوقف الحقيقيه لما احد اعمده الاناره بالنسبه لاستاد السويس تعطل في محطتين، المحطه الاخيره ومحطه اللقاء الثالث في مشواره، ثم محمد كامل هو خامس الحكام. على طول اماميه اهلاويه اللي بيشتغل عليها حسين ياسر تصوير ولكن ضعيفه، مش اوفسايد في العرض في القائم. هوبا الثالث اوفسايد ملغي. انما الاهلي شوف الانتفاضه يا جماعه وشوف مقاعد البدلاء وشوف الراجل دوت حسين ياسر من اللقاء. انطلاقه مره ثانيه على طول بالنسبه لبتروجيت، مهاره يا ولد اللعيب عنده ركله جزاء ولكن بره. هنشوف مباراه يعني متوقع فيها كل الاصعده بره. محمد كمال ريشه بره، خلي بالك مظبوط. هنشوف تضييق، هنشوف الاعاقه، الاعاقه كلها بره، جسم اللعيب جوه يبقى القرار بره مظبوط. الاعاقه كلها بره، الخطه هي مظبوطه جدا وضربه حره مباشره ممتاز ريشه. تطبيق رجله بره ولكن خبره اللاعب احمد شعبان يتمنى انه ياخد فريقه لبر الامان. خطيره جدا على الاهلي، بتروجيت باصرار تصويبه ولكن تخبط هنا على طول في الدفاع، يطلع دفاع الاهلي تاني. شوف بتروجيت ضاغط ازاي يا جماعه، اللي ضاغط ده بتروجيت مش الاهلي اللي خسر امس البارسا وليس نادي اسبيليا، اللي خسر النهارده او خسران بتروجيت بعد ما كان متقدم. على ابراهيم خطير، على ابراهيم مهاجم خطير، امير عبد الحميد يرجع ووائل جمعه ممتاز. هي دي مدافعين السوبر، هو ده المدافع السوبر، هو ده صاحب الجنين الخضراء زي ما وصفته الصحف الافريقيه كوحش افريقيا. المدافع الاول وائل جمعه، عرضيه خطيره لبتروجيت، هوب على ابراهيم ولكن المره دي اوفسايد. لم ارى لقاء هذا الموسم بهذه النديه الحقيقه، في نديه، في اصرار جدا. يضغط على طول ثاني كمال علي، في اصرار عند حوالي 7-8 لعيبه من بتروجيت، اصرار كبير. محمود عبد الحكيم مهاره، عبد الحكيم يدور يا ولد اللعيب، شوف الباص فين، صناعه الباص الاساس العرضيه بتروجيت كنترول ولكن يطلع الاهلي ثاني. يا ولد يا محمود. نقيه اقول لحضراتكم المشكله تكمن في عمليه صناعه الاهداف. الراجل الصنايعي، الراجل المهندس محمود عبد الحكيم يبحث. بتروجيت خطير في التوقيت القادم، محمود عبد الحكيم يرقص، يتوغل، يلعب عرضيه خطيره، كره التعادل اتت الان خطيره خلاص. قالها عصام عبده. والله يا جماعه قلت لحضراتكم ان اللقاء ده لقاء تاريخي، لقاء للتاريخ، مباراه رقم 6 في مشوار بتروجيت في التعادل الثاني بنفس النتيجه 2-2. تصدق او لا تصدق، على فكره حماده صدقي ممكن يحتاج مع تامر صقر ولا 5-6 ساعات
اصرار كبير عند لاعبي بتروجيت وتغيير الاوضاع بالنسبه لفريق بقيمه وخبرات الاهلي، ثم هدف ثاني في تعادل. واعتقد النتيجه ديت هي النتيجه الحتميه او هي النتيجه الحقيقيه او هي العرضيه دي قلشت منه، ما يقصدش يعملها خالص. حتى لو قصدها امير يتوقع العرضيه ثم يخدع هنا على طول المدافع عمرو حسن ويسجل هدف نادي بتروجيت ليحيي به احلام واماني نادي بتروجيت في حوالي 100 دقيقه. عنوان لقاء جميل، لقاء الوصيف نادي بتروجيت ولقاء المتصدر الاهلي. ما زالت كل الاحلام ايضا ممكنه. خطيره اهلاويه، كره الثالث يرفعها ولكن يضغط ثاني على طول الرمي تمام. ممكن مختار تحس هو من مساعد الثاني ده على فكره كان بيلعب فولوت، كان بيلعب مهاجم، يعني ياما ده من قرارات الحكام. كمال ريشه على طول يطلق صافره نهايه مباراه جميله وشوط ثاني ممتاز. وصيف الدوري ومتصدر الدوري كلاهما يتقاسم نقاط اللقاء.